قبل قرعة دوري أبطال أوروبا 13 مواجهة بين فريقين من نفس البلد في الدور ربع النهائي. يترقب عشاق كرة القدم في العالم قرعة الدوري ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام غدا الجمعة. تبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة، 2 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون بسويسرا. وتأهلت أندية ريال مدريد الأسباني، بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، وثلاث أندية إيطالية وهي نابولي، إنتر ميلان، بالإضافة إلى الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقد تسفر القرعة عن مواجهات محلية في البطولات الأوروبية التي شهدت 13 مواجهة بين فريقين من نفس البلد على مدار تاريخها منذ تطبيق النظام الحالي موسم عام 1992-1993، بواقع لقاءات إنجليزية، ثلاث مواجهات أسبانية ومباراتين ألمانيتين ولقاء فرنسي ولقاء إيطالي. وكانت أول مواجهة بين فريقين من بلد واحد في دور الثمانية نسخة عام 1997-1998، والتي جمعت بايرن ميونخ الألماني مع بروسيا دورتموند، وانتهت المباراة بفوز بروسيا دورتموند بهدف نظيف في الوقت الإضافي بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي. في موسم عام 1998 و 1999 واجه بايرن ميونخ مواطنه كايزر سلاوترن، وفاز في المباراة الأولى بهدفين نظيفين، وفي المباراة الثانية برباعية دون رد. وفي عام 2004 تقابل تشيلسي مع مواطنه أرسنال، حيث تعادل في المباراة الأولى بهدف لكل منهما، وفاز البلوز بثنائية لهدف في المباراة الثانية. وفي موسم 2004-2005 تفوق ميلان على مواطنه إنتر بالفوز في المباراة الأولى بثنائية نظيفة، وفي الثانية بثلاثية دون رد. وتفوق ليفربول على مواطنه أرسنال موسم 2007-2008، انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز الريدز برباعية مقابل هدفين في الإياب. وفي العام التالي 2009 واجه ليفربول نظيره تشيلسي، الذي حسم مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدف، وتعادل إيابا برباعية لكل منهما. كما التقى أولمبيك ليون مع برودو موسم 2009-2010، وفاز ليون بثلاثية مقابل هدف ذهابا، وخسر بهدف دون رد في الإياب. وفي موسم 2010-2011 واجه مانشستر يونايتد مواطنه تشيلسي، وفاز الشياطين الحمر في المباراة الأولى بهدف نظيف، وفي المباراة الثانية بثنائية لهدف. وفي عام 2014 كانت أول مواجهة إسبانية في الدور ربع النهائي، والتي جمعت بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين. في عام 2015 واجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو في الدور ربع النهائي، وفاز الملكي بهدف دون رد بمجموع المباراتين. وفي تكرار لمواجهة 2014 في ربع النهائي تفوق أتلتيكو مدريد مجددا على مواطنه برشلونة بثلاثية مقابل هدفين في مجموع المباراتين خلال نسخة 2016. وتفوق ليفربول موسم 2017-2018 على مواطنه مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين. وشهد موسم 2018-2019 سقوط مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبر بقاعدة الهدف الاعتباري بعد التعادل برباعية لكل منهما بمجموع المباراتين، حيث تفوق مان سيتي في المباراة الأولى برباعية مقابل ثلاثة قبل أن يتلقى الخسارة في المباراة الثانية بهدف نظيف.